مش هو اللي بتفكروا فيه يا بنات، مش بابا غنوج. انا عارفه اول ما شفتوا البتنجان مشوي قلتوا بابا غنوج على طول. لا، احنا هنعمل حاجه احلى كمان من بابا غنوج. بصوا يا بنات، اول حاجه انا شويت 3 بتنجانات، طبعا الكميه دي براحتك. انا جبت 3 بتنجانات شويتهم. انا بحب اشويهم قوي على عين البوتاجاز، بتديله ريحه تدخين، تبقى حلوه قوي. عايزين تعملوها في الفرن براحتكم. انا شويتهم على عين البوتاجاز وبعدين غطيتهم شويه وهديوا وابتديت اقشرهم بالشكل ده. طبعا انا مش لابسه جلافزات في ايديا عشان خاطر مش هعرف اقشر بيهم، فانا بحب كده اقشر بايديا. اقشر تاني واحده اهو. وتعالوا بقى هنعمل خلطه تحفه. اول حاجه يا بنات، انا جبت الطاسه بتاعتي ونزلت بحوالي 3 او 4 معالق كبار من الزيت، وعليهم بصلايه كده متقطعه مكعبات صغيره بالشكل ده. اول ما البصلايه تدبل انزل على طول بفص توم بمعلقه توم. معلقه توم صغيره يا بنات. ويا دوبك بس ريحه التوم تطلع انزل بحوالي 4 طماطميات متقطعين وعليهم قرنين فلفل يعني حامي، انتوا عايزين رومي براحتكم، انا بحب الحامي فحطيت حامي. مقطعهم كده قطع كبيره بالشكل ده. اقلب بقى فيهم كده شويه شويه حلوين كده، وانزل بقى بالتوابل بتاعتي. معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره، رشه من الفلفل الاسود. بس كده يا بنات، مش هحط لها حاجه تاني. واسيبها بقى الطماطم كده تتسبك شويه، انا مش عايزاها تتسبك قوي، انا عايزه يبقى فيها قطع طماطم. يعني هتقعد حوالي 3 دقايق على النار. كده كانت خلاص الطماطم اتسبكت معايا شويه. انزل بقى بالبتنجان بتاعي. بصوا بقى ديت، ما تفهميش ديت ايه، يعني دي مسقعه على سلطه بتنجان بس خطيره. حلوه قوي يا بنات، يعني تقدروا تعتبروها مسقعه صحيه من غير قلي بتنجان كتير وزيت يعني. انا بقى حبيت كده انزل بشويه شطه كده عليهم. نزلت طبعا، ده براحتك، مش حابه شويه الشطه دول ما تحطيهمش. اقلبها بقى، اقلب البتنجان مع الخلطه دي كويس قوي، واسيبهم بقى كده على النار، يعني ياخدوا ويدوا كده مع بعض. اه بالشكل ده كده. كده خلاص، بصوا كده خلصت خالص. نغرفها بقى في طبق التقديم، ودي بقى تتاكل سندوتشات، تتاكل جنبها شويه جرجير شويه بصل. اديها بقى عصرة ليمون كده من فوق، وهتدوقوا احلى طعم. سلطة بتنجان، او مش سلطة بتنجان يا بنات، هي مسقعة، يعني هي مسقعة بس ببتنجان صحي من غير زيت. حاجة كده خطيرة بجد، اللي هيجرب الطريقة ديت مش هيبطل يعملها. تحفة يا بنات، طعم بقى حكاية. اعملوها هتعجبكم جدا وهتعجب ولادكم. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يكون عجبكم وبألف هنا.